السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي شيماء أبو المجد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في البداية كده ما تنسوش تدعوا لإخواتنا في فلسطين وفي غزة إن ربنا ينصرهم ويحفظهم ويثبت أقدامهم يا رب. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الممبار بداية من التنظيف لحد القليان، وعايزة أقول لكم بجد أحلى طريقة تعملوا بيها الممبار. أول حاجة أنا جبت الممبار كده من الجزار، ما شاء الله نضيف جدا مفيهوش أي حاجة خالص. لو فيه دهون كتير وانت حابة ان انت تقللي من الدهون دي برضو مفيش مشكلة، تبدأي تشيليها بالشكل ده وتشطفيه كويس جدا في الميه. طبعا الحوض بتاعي انا غسلاه كويس جدا ومعقمه بخل، وعايزه اقول لكم ان هو نضيف خالص، عشان كده انا بشتغل على طول في الحوض. غسلته كويس جدا من بره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما سبتش فيه اي حاجه خالص. لو فيه مثلا اي شوايب او اي حاجه بتنضفيها كويس قوي. جبت هنا معلقه الخشب وهبدا بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده واقلبه زي ما انتوا شايفين كده بكل سهوله. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. هقلبه بقى كويس بالشكل ده اهو. ممكن طبعا باي حاجه عندك، ظهر معلقه مثلا، ممكن بعصايه شيش طاووق، اي حاجه مفيش مشكله خالص. وهتنزليه بالشكل ده هيتقلب معاكي ما شاء الله بكل سهوله. شايفين الجمال بقى؟ اللهم بارك، مفيش اسهل من كده. طبعا احنا ممكن نشتريه متنضف جاهز، بس انا لازم اعمل الفيديو ده واجيب لكم طريقه التنظيف بتاعه عشان الناس اللي هي مش بتقدر ان هي تشتريه جاهز. تمام. هنا برضو دي واحده تانية غسلتها كويس جدا من بره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هو المنبار بيجيلك كده الدهون من ناحيه بره، احنا طبعا بنحشيه والدهون دي جوه. تمام. فلازم ان احنا ننضفه كويس جدا من بره، بعد كده نقلبه وننضفه ونحشي على طول. هنا برضو قلبته اهو ما شاء الله، اتقلب معانا اللهم بارك بكل سهوله. قلبت بقى كل الكميه، ومعايا هنا جلده انبوبه. صراحه انا كنت اول مره ان انا اجرب تنظيف الممبار بيها، وعايزه اقول لكم ان هي حقيقي اختراع. دخلت كده الممبار في جلده الانبوبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدا ان انا اضغط على جلده الانبوبه واسحب في الممبار. في البدايه بس هيبقى صعب لانه طبعا الماده اللزجه اللي فيه دي، بس مجرد ما تنضفي منه شويه هتبداي انك تلفيه على ايدك كده وتشدي، فهيتشد معاكي ما شاء الله بكل سهوله. وعايزه اقول لكم ان هو بجد من مره واحده بس هتلاقي الممبار معاكي نضيف وبقى زي الفل بالشكل ده. ممكن تعيدي عليه تاني بالسكينه كده بظهر السكينه برده مفيش مشكله خالص. لو عندك كبه السلاح بتاعها فيها سلاح بلاستيك اللي هو اصلا مخصص لتنظيف الممبار، تقدري تستخدميها مفيش مشكله، اي طريقه انت حباها. خلصت هنا كل الكميه وهبدا ان انا اشطفه كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان نشوف الخطوات اللي بعد كده. هشطفه بقى في الميه، تحت الميه كده زي ما انتوا شايفين الممبار اصلا اللهم بارك نضيف معانا بكل سهوله. هصفيه بقى كويس جدا، ومعايا هنا ملح خشن بتجيبيه من اي عطار، وشويه كده من الخل، مش هزود اكتر من كده. هبدا بقى ان انا ادعكهم مع بعض كويس جدا، يعني حوالي كده 4 5 دقايق. انا هنا صباعي كان متعور صراحه، يعني احساس صعب جدا، فغسلت ايدي وقلت لا انا هستخدم ايد واحده بس. هبدا بقى ان انا اغسله كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالملح الخشن والخل. وبعد كده هبدا بقى ان انا اشطفه واحده واحده زي ما انتوا شايفين كده بكل سهوله. انا مش بقطعه غير ما بخلص التنظيف خالص. تمام. هنا بقى خلاص بشطف فيه اهو زي ما انتم شايفين اللهم بارك، بجد نضف وبقى حلو جدا وابيض كده وما شاء الله تحفه. خلاص بقى خلصت. هاجي كمان مره في الطبق واحط بقى ملح عادي خالص وشويه برضو من الخل، وهعصر كمان شويه كده من الليمون. هنا كنت بشيل البذر بتاع الليمون، وبرضو هنا عصرت تقريبا ليمونه كبيره، وهبدا برضو ان انا ادعكهم مع بعض كويس جدا حوالي 3 4 دقايق. وبعد كده هبدا بقى ان انا اشطفهم. حابه تشطفيه مره كمان بالدقيق مفيش مشكله، بس بعد ما تشطفيه بالملح والليمون عايزه اقولك ان انت هتشمي احلى ريحه ليه، والله العظيم ريحته حلوه جدا ونضيف وبجد حلو قوي. شايفين بقى اللهم بارك ابيض ازاي وجميل لما دخلت فيه الميه، بجد حلو خالص. هبدا بقى ان انا اشطفه كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده بقى هقطعه بالحجم اللي انا حباه واحطه في مصفى يتصفى. ويلا بينا بقى نعمل التسبيكه. حله على النار كده هحط فيها شويه حلوين كده من الزيت وحته من السمنه البلدي. سواء بقى محشي او ممبار لازم يكون الميكس بين الاتنين، عشان السمنه البلدي هتدي طعم حلو قوي والزيت هيخلي معانا الرز مفلفل وجميل. انا عن نفسي خلطه المحشي هي خلطه الممبار. معايا هنا بقى بصله كبيره كده متقطعه مكعبات، فلفل اصفر واحمر واخضر. طبعا لو مش عندك الفلفل الاحمر والاصفر ده مفيش مشكله، تقدري تستغني عنه. وسلام بقى لو قرن شط كده حامي، عايزه اقول لكم بجد تحفه. اول ما احط البصل بقى والفلفل هنزل على طول بالملح، وهنا حسيت ان شويه الزيت قليلين شويه فزودت زيت. وعايزه اقول لكم لازم تنزلي على طول بالملح على البصل عشان ريحه البصل وهي طالعه كده مع البخار يبقى ريحتها حلوه. خلاص هنا بقى بدأ ان هو يدبل معايا، هنزل على طول بالتوابل بتاعتي، نصها دلوقتي ونصها هتشوفوها هنزله امتى. حطيت شويه من الفلفل الاسود، شويه من الكمون، ورشه كده من الشطه، شويه من السبع بهارات، وهحط كمان شويه من الثوم والبصل البودر.
هديهم تقليبه بقى مع بعض كده اشم ريحه التوابل، وهنزل على طول بعصير الطماطم. انا مش بحب احمر البصل، لو بتحبي تحمريه براحتك مفيش مشكله، بس انا كده بحسه خفيف اكتر. نزلت على طول بالطماطم، هنزل على طول بمعلقه صغيره من السكر عشان نعادل الحموضه بتاعه الطماطم. هسيبه على نار عاليه بقى يتسبك، واول ما يبدا ان هو يغلي معانا بالشكل ده هدي النار واسيبه براحته كده لحد ما يتسبك معانا ويبقى بالشكل الجميل ده. كان عندي بقى خضره هنا في الفريزر، لازم قبل ما اطفي على التسبيكه احط الخضره عشان خاطر لو فيها اي سوائل او اي ميه تتبخر معانا، ما تخليش معانا الخلطه صيصه كده بمعنى اصح. تمام. بعد كده بقى ما الخلطه اتسبكت معانا وبقت زي الفل كده، هنزل بباقي كميه التوابل، برده فلفل اسود وكمون والسبع بهارات وشويه من الثوم والبصل البودر. وبحب بقى ان انا احط كده تتبيله معينه، وهي الورق اللوري والحبهان المطحون. عايزه اقول لكم بيخلي طعم المحشي في حته تانية خالص. بس عايزه اقول لكم ان انا بحط منه رشه بسيطه خالص عشان التابل ده ممكن يمرر معانا الاكله بتاعتنا. غسلت الرز كويس جدا وصفيته، وهنزل على طول على التسبيكه، والنار معايا برضو لسه هاديه، يعني انا لسه ما طفيتش النار. هنزل برضو بالخضره اللي انا قطعتها، دي بقى خضره فريش قطعتها، كزبره وشبت وبقدونس. وهبدا بقى ان انا اديهم تشويحه كده حوالي دقيقتين او 3 دقايق بس، مش اكتر من كده، بحيث لو الرز معانا مش متصفي كويس كل الميه الزياده اللي فيه تتبخر. بس لو انتي مصفيه كويس عادي ما تقلقيش، اهم حاجه ما تتقلبيش فيه كتير عشان الرز ما يدخلش معانا في سوا. هبدا بقى، كنت عامله محشي، هبدا ان انا احشي المحشي بتاعي. كنت عامله كرنب بيتحشي معانا ما شاء الله ازاي بكل سهوله. وهبدا بقى ان انا برضو احشي البتنجان. طبعا البتنجان او الكوسه لازم ان احنا نسيب حوالي نص عقله كده، نص عقله من فوق فاضيه، عشان طبعا الرز معانا بيزيد وما نهدرش في كميه الرز بتاعتنا. هنا بقى خلصت البتنجان، هحشي كمان الكوسه. بحب ان انا اخبطها في حرف الحله كده عشان كل الرز ينزل معانا في الكوسه، ما تبقاش فاضيه معانا من تحت. طبق بقى هاخد فيه شويه كده من الرز، وهبدا ان انا احشي الممبار بتاعي، ما احشيهوش على كل كميه الرز عشان ما اهدرش كل كميه الرز معانا، لان ما ينفعش ان احنا نعمل مثلا نحشي بالرز بتاع الممبار نحشي بيه محشي. تمام. فباخد بس الكميه اللي انا هحشي بيها. ببدا بقى ان انا احط الممبار بين صباعيني كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبايدي التانية هبدا ان انا احشي. انا طبعا مثبته الممبار بتاعي بالصباع الوسطى من ورا. تمام. فما شاء الله الممباريه معانا متثبته، يعني ما تقلقيش منها، مش هتنزل من ايدك ولا اي حاجه خالص. واي طريقه انت حباها، قمع بقى او اي طريقه تانية انت حابه تحشي بقى الممبار، مفيش مشكله خالص، احشي. بيتحشي معانا بكل سهوله. انا هنا مبطئه عشان تشوفوا ان هو ما شاء الله بيتحشي معانا بكل سهوله. عايزه اقول لكم بقى ان دي اجمل طريقه بجد للممبار. لو وصلتوا معايا للخطوه دي ما تنسلوش بقى تحطوا اللايك، ولو ما اشتركتوش في القناه تشتركوا في القناه، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. ببدا بقى ان انا اوزع كميه الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما ينفعش ان الممبار معانا يبقى محشي كده ومكبب، لا، احنا لازم يكون متبطط معانا، لانه لما بينزل في الميه في الشوربه عشان يستوي بيبدا ان هو كميه الرز بتزيد، وبتلاقي الممباريه بقى زي ما انت هتشوفيها كده في اخر الفيديو. ببدا بقى ان انا ابططها بالشكل ده. طيب لو جيت في الاخر كده ولسه في شويه ما اتحشوش، عادي بقلب الممبرايه وببدا ان انا احشيها، مفيش مشكله خالص. اهم حاجه ان الممبرايه كلها تكون محشيه. طبعا هنسيب الاطراف ما يكونش فيها حشو خالص عشان الاطراف تقفل معانا، وبرده كميه الرز معانا ما نهدرهاش. بس شايفين بقى انا ببططه ازاي؟ لازم هو يبقى متبطط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان كمان ما يفرقعش معانا. هبدا بقى ان انا احشي كل الكميه واخلصها، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. بس شايفين بقى الحشو بتاعه والله ما فيه اسهل من كده. خلصي كل المحشي بتاعك وكملي بقى الممبار، وبعد كده نبدا ان احنا نسويه. بس قبل ما نسويه بقى نشوف مع بعض كده اللحمه. طريقه اللحمه بتاعتي عايزه اقول لكم بجد احترافيه وخرافيه. هحط كده معلقه صغيره من السمنه البلدي عشان طبعا اللحمه بيبقى فيها دهون. هحط معلقه صغيره تدي بس طعم جميل جدا جدا للشوربه. هحط كام واحده كده من الكبابه الصيني والحبهان والورق اللوري، ممكن ورق لومي، مستكه، اي حاجه. هخلي بقى السمنه معايا تسخن كويس جدا، وهنزل على طول باللحمه بتاعتي، وهبدا ان انا اديها صدمه. انا مش عايزاها تنزل سوائل. هبدا بقى ان انا اقلب في اللحمه كده بعد ما تاخد لون معانا من جنب، وده كله والنار معانا عاليه. تمام. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما تتشوح معانا من جميع الجهات هنزل ببصلايه صغيره متقطعه مكعبات، هعصير نص ليمونه وهحط القشره كمان، دي بتسحب اي زفاره واي حاجه مش مستحبه. وهحط رشه بسيطه جدا جدا من الفلفل الاسود والشطه عشان خاطر ما يغمقش معانا الشوربه. وكمان بحط رشه بسيطه كده من السبع بهارات، بتدي طعم حلو برضو قوي للشوربه. هبدا بقى ان انا اشوح فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكنت نسيت ان انا احط القرفه، حطيت عود من القرفه عادي مفيش مشكله.
بعد كده غليت ميه بقى، وهبدا ان انا انزل بميه مغليه، ما ينفعش تنزلي بميه بارده، وهغطي واسيبها بقى على نار هاديه لحد ما تستوي. معايا هنا ميه حطيتها على النار تغلي، قطعت فيها بصلايه مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وقرن من الفلفل، ممكن تحطيه برده القرن الفلفل ده مع اللحمه مفيش مشكله. برده كبابه صيني وحبهان وورق لوري، وهحط كمان عود من القرفه، الحمد لله المره دي ما نسيتوش. والممبار طبعا بنحط عادي الملح مفيش مشكله، ما بيأخرش السوا ولا اي حاجه. برده شويه من الفلفل الاسود وشويه من الشطه وشويه من السبع بهارات. هديهم تقليبه كده، وبعدين هسيبهم بقى على النار. اول ما الميه تبدا ان هي هتغلي معانا، لسه يعني ما غليتش ولا اي حاجه، بدات تنمل كده من الجنب زي ما انتم شايفين كده، هنزل على طول بالممبار بتاعي. بمسك الممباره من بدايتها ونهايتها وانزل بيها على طول في قلب الحله. طيب لو انت عامله كميه كبيره، بتحطي شويه من الممبار وتستني الميه تبدا ان هي تغلي معاكي تاني، وتزودي الكميه عشان الميه ما تبردش معانا مره واحده. بعد كده هسيبه على النار. اول ما يبدا ان هو يغلي معانا، ههدي النار لحد ما يستوي. طلعته بقى هنا، للاسف الكاميرا ما كانتش بتصور. اول ما بتبداي تقطعيه كده من الجنب يتقطع معاكي، خلاص الممبار استوى. هحمره بقى ويطلع معانا بالجمال ده. واللحمه كمان كانت استوت، وحطيت لها الملح وبقت زي الفل وحمرتها، وعايزه اقول لكم كانت جميله جدا. بس برضو للاسف التليفون بيسخن فالكاميرا بتفصل، اعذروني بقى. عايزه اقول لكم الممبار كان تحفه، انا ما كنتش عارفه امسكه بس عشان سخن. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.